معلش بفهموا غلط ترجعي بتشرحي. اذا الاي اي رح ياخذ مكان الاعلامي وروبوت هو اللي رح ايه ياخذ المكان، شو رايك؟ شوفي هلا هو اكيد رح يدخلنا باساليب جديده للانتاج. اوكي كله. يعني اكيد في وظائف كبيره بالاعلام ما بقى رح تكون موجوده. آم، بس اغلبها تقنيه رح تكون. اما بعتقد العقل الاساسي رح يضل هو بحاجه للعقل البشري. نحن كسوشيال ميديا دائما بنسمع انتقادات، تعليقات سلبيه، كيف تتعاملي معها وكيف ممكن نحن انه نوصل الصوره صح؟ دائما بفهمونا غلط. معلش بفهموا غلط ترجعي بتشرحي. اوكي. يعني انا بعتقد انه نحن بحاجه لتدريب، وللاسف انه انت شفتي كيف تعملي له لتشات جي بي تي برومبت. نحن هلا اللي بالكاميرا، اللي على الهواء، اللي على يعني الحضور الاعلامي والببليك العام، نحن البرومبت، نحن تدريب اليوم تبع استقبال تحديدا الشارع السوري اليوم، لا انه انت في عندك عالم تحكي اراء مختلفه. يمكن تكون صح ويمكن ما تكون صح، انا ما عم اقول انه صح، بس طريقه الاستقبال اليوم بحاجه لتدريب شوي. يتشكل توازن بين الحكمه والتسرع، بين محاولة أنه أنا أقبل الثاني لو اختلفت معه، ومحاولات أنه أنا بدي أقصي الثاني حتى لو بدي أقتله. بدها وقت، بس رح تكون سريعة مع السوشيال ميديا. رح تكون سريعة إذا الله راد. اليوم مع الانفتاح، أنا تحديدا عم بحكي على سوريا، مع تدفق الأموال، استثمارات، العالم ترجع على شغلها، العالم ترجع بتذوق طعم الحياة من جديد. بصراحة رح تكون مشغولة، ما عندها، ما فاضية لا زينة شو حكت ولا فلان ولا فلان. رح نكون عم بيشتغلوا، عم بينجزوا، عم بيرفعوا راسهم إذا الله راد بأيام أحسن.